بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بقدم لكم طبق دياي زبيري. معاكم ما ادري ايش اقول لكم، طباخ ولا شيف. معاكم انس جاسم الجراد او بيخخ. والان نبدا بالمقادير، طبعا تلقاها تحت بالديسكربشن. دياية كاملة تقريبا 4 اشخاص او 3 اشخاص للطبخة هذه. ثاني شيء طماط مفروم 4 حبات او 5، بعدين زيت ذرة، جك ماي، 3 بصلات، بعدين حب حمص، بعدين دياي بهارات دياي اللي هي لومي وورق غار وهيل ومسمار، بعدين فلفل اسود، بعدين ملح، بعدين لومي مطحون، بعدين بهارات، بعدين شو اسمه يسمونه الزعفران. طبعا هو زعفران الجبري، هذا هو تشوفونه. بعدين معجون طماط، زبده وفلفل، و3 كاسات رز. والان حطينا الجدر، بنحط ماء مغلي. الان شبينا النار تقريبا شو اسمه نص على نص. نحط الدياي، طبعا غاسلين يدينا، غاسلين يدينا، ما غاسلين اهم شيء. حطينا الدياي، الحين نحط طبعا الماء كان مغلي فنحط البهارات على طول. نحط ملح، حطينا تقريبا 3 ملاعق. حطينا البهارات والملح، قلنا لكم 3 ملاعق. حطينا تقريبا قلت لكم جك ماي. الحين نسكر على تقريبا قلت لكم درجة حرارة ونص، نسكر نخليه ساعة الا ربع. والآن نطبخ 10 دقائق، بنضيف البهارات المطحونة. نخلط. والآن بنبدأ الدقوس، بنحط طماط مفروم، بعدين نحط المعجون، نحط الملح شوي، ملعقة تقريبا. الحين نضيف زيت بعد مرور نص ساعة تقريبا. تقريبا 4 ملاعق إلى 3 ملاعق. زين، خلط. والآن نبدأ بالحشو، ونضيف الزبدة أول شيء. ثلاث ملاعق زبدة. لما تحمى الزبدة، إذا حمت نضيف البصل، بعد ما قلبنا الحين البصل نضيف الليمون المطحون، نضيف الفلفل الأسود، ونضيف ملح، نقلب. والحين نشغل الدياي لأنه صار له 45 دقيقة. هذا المشخار والجدر الثاني.
الحين شغلنا الماء الدياي نقليه، والمرق هذا نسوي فيه رز. والحين نضيف الرز لان طلعنا الماء من الدياي. يلا والحين نخلطه. شوف زين الماي مع الرز زين. الحين نسكه مدة ثلث ساعة تقريبا او ربع ساعة. والآن بنضيف الزيت عشان نقلي الدياي. حط الدياي. من النار. الآن خلص الرز بنضيف الزعفران الجبري الزاوية. سكر عليه لمدة 3 دقائق تقريبا. الآن خلص الزعفران، بنحط الزعفران مع الحشو نخلطه مع بعض عشان يتشرب البصل والحشو كامل.